شحال من مرة سمعتي جملة باقي صغير مازال خاصك تعيش الحياة، كأننا تولدنا باش ننتظروا الوقت حتى يولي عندنا قيمة. ولكن الواقع مختلف. راه كاين شاب في 16 عام عاش بلا يعيشه رجل في 40 عام، ماشي لأنه دار مغامرات ولا هرب من الدار، ولكن لأنه واعي حاضر وكيسجل كل درس بالحبر ماشي بالرصاص. الحياة كتعلم، ولكن فقط اللي باغي يتعلم، واللي بغى يتعلم خصو يكون مفتوح للوجع، مفتوح للأسئلة، مفتوح لفكرة أنه ما عارفش ولكن باغي يعرف. واحد النهار كنت جالس في مكان عام وسمعت نقاش بين جوج ديال الناس، واحد كبير في العمر واخر شاب. الكبير كان كيهضر بزاف ولكن خاوي، والشاب كان ساكت، ولكن في كل كلمة كيهضر بها كتحس أنه فاهم وقاري الحياة. سولت راسي واش العمر فعلا هو المعيار؟ وقلت الجواب هو لا، راه النية في الفهم هي كل شيء. كاينين أطفال عاشوا الطلاق، الفقد، الفقر والقهر، كبرت فيهم الروح قبل الجسد. وكاينين شباب عاشوا الراحة ولكن ما عرفوش حتى يديروا قرار بشد ولا تردد. راه الحياة ماشي شحال من عام عشتي، ولكن شحال من لحظة صدقتي فيها مع راسك وقلتي أنا خاصني نفيق، خاصني نكبر، وخاصني نتبدل. بزاف ديال الناس كيربطوا النضج بالتعقيد، كيعقد الهضرة، كيبالغ في الشك، كيبرد في المشاعر. ولكن في الحقيقة كلما كنتي خبير كلما وليتي بسيط ولكن ذكي. كتكلم بوضوح، كتختار شكون تهضر معاه، كتفهم بلا ما تهضر، وكتعرف تخرج من بلاصة بلا ما تضرب شي واحد. كيفاش تولي خبير؟ تولي خبير هو تمشي في مكان وتفهم الطاقة ديالو، تسمع شخص وتركز على دوافعه ماشي غير كلامه، ترد على الظلم بلا ما تظلم، تصبر ولكن بلا ما تنسى الكرامة ديالك. كاينين ناس مثقفين ولكن ما فاهمينش الحياة، وكاينين ناس ما قراوش بزاف ولكن فاش كتهضر معاهم كتحس انهم ديزين من جامعة الواقع وتخرجوا بامتياز. القراية مهمة ولكن خاصك تقرا الناس، تقرا النظرات ديالو، تقرا السلوك ديالو، وتقرا الصدمات، وخاصك تقرا راسك. هنا كاين السر، جاوب على المواقف ماشي غير تعيش، وما تكونش ضحية لكل احساس. ما تبقاش تقول انا ماشي بحالهم، ولكن شوف شنو خاصك تولي. طيح الانا وطلع التركيز، دون، لاحظ، راجع، تأمل، وحسن. بعض التفاصيل الصغار كتصنع منك شخص كبير. كيفاش كتجاوب على الإهانة، كيفاش كتخسر علاقة بلا ما تجرح، كيفاش كتقول لا وانت مرتاح، كيفاش كتحافظ على وقتك، صحتك، عقلك وسط عالم كيدوخ. راه بعض الناس كيبغيو يسبقوا الوقت، يقول لك خصني نكبر، نولي فاهم، نولي مشهور، نولي غني. ولكن كاين فرق كبير بين انك تطور راسك بسرعة وانك تكبر بزربة حتى تولي متعب ومشوش وضايع. دير الامور بوعي، كل تجربه وقتها، وماشي كل حاجه خصك تعيشها باش تفهمها. راه بعض الحوايج خصك غير تشوفها وتقول ماشي ليا. وخلاصه الخبره هي فاش كتحس بشي حاجه داخلك كتقول انا فاهم راسي، ما باغيش نكون بحال شي حد، انا باغي نكون انا. ولكن النسخه اللي كتبني كل نهار ماشي نسخه مكسوره، ماشي نسخه غضيبه، ولكن نسخه فايقه. ماشي خاصك تولي معروف، خاصك غير تولي فخور براسك. وخص واخا ما يفهمك حتى شي واحد راك كتفهم راسك، وهذه هي اكبر قوه. وخلي هاد الجملة ديما في بالك، الخبرة في الحياة هي تعرف شكون انت، وشنو باغي، وشنو ماشي ليك، وتكمل في الطريق وانت نقي.